يلا بينا نحضر ماتش الزمالك وزد في الدوري. وصلت الملعب ويعني جمهور الزمالك وصل لمرحله من الافتراء ان هو بيعمل دخله بجلاد قدامي زي ما انا شايف كده في ماتش في الدوري عادي، يعني مش ماتش في افريقيا، مش ماتش جامد حتى في الدوري، ماتش عادي في الدوري كده بنعمله دخله بجلاد. مش طبيعي جمهور الزمالك والله العظيم، ما تطبيل، انت اللي بتسمع وبتشوف. الاول للزمالك والجمهور والوايت نايتس هيولع نار في ارضكم زي ما هم بيقولوا. اسمع، بمجرد ما تقرب الكرة من جول الزمالك بس الصفارة تخرم ودنا. 35 دقيقة من الشوط الأول مفيش هجمات خطر، الزمالك جاب الجول وهدى الريتم بس الجمهور ما بيهداش. خلص الشوط الاول 1-0، الزمالك متقدم، الزمالك لازم يكمل، الزمالك لازم يروح، الجمهور ده فرحان. وطبعا جمهور الزمالك حتى بين الشوطين ما سكتش وفكر الناس بارض اكتوبر. الدقيقه 59 كده جمهور الزمالك وكل اللعيبه بتطالب بضربه الجزاء، حتى بيقول الحكم يشوف الفار، فهل هي ضربه جزاء؟ انا مش عارف بس الحكم ما رجعلهاش. الدقيقة 70 الزمالك بيضيع كور انا خايف يندم عليها، لازم يجيب الثاني عشان يريح الرجاله اللي ورايا دي. والله قلت، والله لسه قايل لكم من 3 دقايق بالظبط الزمالك لو ما استغلش هيلبس واحده تنكد على الناس كلها. الزمالك مصر ان هو يجلط الناس كلها مش يخلص، لا انا هتزنق ال5 دقايق لحد ما اخر لحظه في الماتش ممكن اتعادل. خلص الماتش الزمالك كسب، الحمد لله الحمد لله. الجمهور الزمالك ماشيه معاه بالستر ودعاء الجمهور بس.